ونمشي للضاحيه. الى اللقاء. ايمن نورتنا ان شاء الله في عوده، ومرحبا بك ان شاء الله بالنجاح. شكرا. من الضاحيه الجنوبيه باش نشق البحر، نحرق من حرق الواد، من باش تحرق. اي من بوقرنين لحرق الواد. اي ونشوف مقابلين بعضهم ولا هما. مهرجان الطفل في حرق الواد، باش ما ناخذوش وقت الشاعرات. اي فهمتني؟ شفت هذايا. فهمتني؟ سامي دربز. ايوه وقتك ضيق في عجاله، شو محضر لنا مهرجان الطفل حق الواد؟ مهرجان الطفل بحلق الواد اللي تنظمه جمعيه تونسيه لفنون الركح، ومن بعد نسمح بيجا نتاع سامي دربز. اي اللي رئيسها حبيب منصوري، نوجه له التحيه. كما حكيت عدة مرات انه الصبحيات الاربعة من 27 حتى ل 30 باش تكون فما ورشات صباحية في دار الشباب خير الدين للأطفال، ورشات في المهارات الحركية الدقيقة، باش نستعملوا الطين، باش نستعملوا الموسيقى، باش نستعملوا طي الورق، باش نستعملوا الكلونيسك، باش نستعملوا كتابة القصة، باش نستعملوا المصحف الصغير، الإسعافات الأولية في البحر، كيفاش الطفل وحده يتعلم وقت اللي تجيه اللدغة نتاع القنديل البحر كيفاش يتصرف، وقت اللي يشوف خوه غرق وما فما حد بحذاه كيفاش يتصرف. مهم جدا للطفل الحكاية هذه، وهذا على الشاطئ باش يتقام، إضافة إلى ورشة الإيقاظ الموسيقي مع الفنان أنيس حداد. هذوما الصبحيات، معاهم ندوة فكرية لو 28 في مقر المعتمدية، ندوة فكرية عنوانها مهرجانات الطفولة في العالم العربي، الرهانات والتحديات، اللي باش يكون معناها باش يأسسها لنا مدير مهرجان الحسين الصغير بالعراق السيد ميثم بطران، ومدير مهرجان إكلان الدولي في المغرب الشقيق، وحسن سلامي من تونس كمدير مهرجان فن العرايس. يعني واحد داك كما قلت لك من الشرق والاخر من الغرب، وواحد في الوسط، ونحكيو مع بعضنا ونشوفوا شنو التحديات في هالمهرجانات هذه. إضافة إلى مسابقة مشكورة جدا الجمعية الأمريكية العربية للحقوق الفكرية، أعطاونا 3 جوائز مهمة مشكورين، قالوا لنا هذوما الجوائز اللي باش يربحهم هما المخترعين الصغار. فهنا الفكرة جات بتاع جائزة المخترع الصغير في الروبوتيك، في الكيمياء، في فهمت، حددنا العمر، احنا حطينا حتى 15 و3 جوائز مهمة. هما طبعا باش نبعث لهم الماتير ويشوفوه، وهما يختاروا من امريكا، يختاروا انهم 3 اللي فايزين ويبعثوا الجوائز نتاعهم. وهذا في الصباح. سهريات في الليل باش تكون السهرية الأولى افتتاحية بكورال البحيرة. كورال البحيرة اللي اشتر الفنانين معنا خرجوا من كورال البحيرة 40 سنة ما شاء الله، حبيب منصور نوجه له تحية. وقبل كل عرض أنا حكواتي في العرض هذا. العرض الثاني اللي هو اليوم الثاني 28، لا سي يوسف ضيف شرف مكرم مع مختار الوزير ومع لطيفة غراد ومع الناس هذوما خدموا سنوات، من حقهم انهم نعملوا لهم لفتة جميلة. دونك النهار الثاني اللي هو لو 28 نبداو بالحكواتية ديما 8 متاع الليل في ساحة النصر في حلق الواد. 8 متاع الليل الحكواتية سهير القايد من مستير باش تجينا بصندوق الحكايات، ومن بعدها هي مباشرة عرض لكورال نبيل مقدم اللي نحب نصفق عليه. قل لي علاش؟ باش يجي هو و25 واحد من الكورال ويتحمل التكاليف نتاعهم وبلاش. مش غريب على وبلاش، مش غريب على فقط يحب يسعد التوانسه ويحب يسعد اصدقائه. شوف ثم ناس عندهم رسالات فنيه ما عادش يهمهم الفلوس. صحيح. منهم نبيل مقدم تحيه. اي ونبيل تعرف الرحله اللي عملها في جندوب في الجبولات وفي دونك النهار الثاني كورال المعالي مع نبيل مقدم. اليوم الثالث اللي هو يوم 29 باش يكون الحكواتية رايدة القرمازي من صفاقس، ومن بعدها عرض للطفل والعائلة للفنان الاستعراضي أيمن بن جمعة. باهي الاختتام الاختتام انا قلت بالطبيعه هذاك لازم يكون موجود، هذاك يكون موجود. بدلني هذاك عامل عرض. شو انا عامل عرض نخدم فيهم وهما مش يفكروا في الامور هذه، نخدم فيهم للمستقبل.
نحب نعمل بهم عرض وباش يبدا من المهرجان اسمه ولاد الحجله، ما هم مفرطين ديما. انا عندي 20 سنه نلم فيهم. دونك عرض ولاد الحجله فيه 6 فنانين اللي غناو للطفوله في تونس لمده 17 سنه هذه الاخيره. كل واحد باش يغني، ومرام راهي باش تجي على فكره، كل واحد باش يغني غنيتين وبيناتهم تنشيط حلو مع زميلتك نسرين حشانه من اذاعه الشباب، تحيه لها. وباش تكون سهره خفيفه وفيها الغناء والجو، وباش نكرموا فيها الوجوه اللي سميتها لك كيما لطيفه غراد، كيما سي يوسف البقلوطي، كيما الله يرحمه من صفاقس الكاتب بتاعنا الكبير محمد فاضل بن سليمان. حتى المتوفين وخدموا البلاد من حقهم انهم يتكرموا مع فله ميهوب. لا مازال الوقت، راني الدوره الاولى امان سيسوني امان سيسوني والله ماذا بيا انا كانت الدوله تعطيني كيما توا. شوف الفلاير فيها ما شاء الله 20 عرض، والله مبرمج تونس كامله. اما واحده سامي راهي بدايه 2000 تبدا الخطوه. اي فوالا هاك مؤمن به. لا انا من به. نسيت زوز مسرحيات مدعمه للدوله من وزاره الثقافه، مشكور برشا منير العرقي مدني بمسرحيه غابه الموز اللي هي باش تكون عروض موازيه في دار الثقافه الكرم واحد مع السته هذوما العروض مسرحيه. كرم الشهر. اي هذوكم يعرضوا غادي يكملوا يجيو السته بحذانا، يعني مقسم وقت بالكدا باش نجموا نخلطوا على بعضنا. دونك مسرحيه غابه الموز لحسن السلامي، ومسرحيه القرش اللطيف لمحمد برهومي. القرش اللطيف حبيت نبرمجها على البحر اخويا، جات مصادفه مع ليفينمون هذيك. لا وبالحق القرش لطيف جدا طلع جاء في وقته والله العظيم جاء في وقته. ادعوكم وادعو الساده المستمعين يجيبوا صغارهم برنامج دسم يجيو يحضروا معنا باذن الله. باش نحضر ان شاء الله الحكايه هذه. سامي نشكرك على وين العود نتاعو؟ العود ما خليها في الغديك المهرجان يعدل في من توا. بشير لما نمشي نغني في المهرجان لازم سامي في السهره الختاميه. انا حبيت نذكرك باش نشكر جميع الزملاء اللي هما زاده باش يحضروا وبصفه مجانيه وباش يجيو من البعيد. فما كيما فايز بالريش كيما اللي باش يجيو من البعيد. اي لا خلاها مفاجاه. اي سميهم انت والله هما هذوما فايز بالريش عمي بشبوش في سبيل انهم هما باش يقدموا العرض الختامي للمهرجان في سبيل باش يفرحوا لي زاده وبصفه تطوعيه مجانيه. وانيس حداد يعطيك الصحه، ومرام الغزواني وعلي حسين يعطيك الصحه. شمل الحومه خاطي انا خاطي هذا كذا يستاهل ما بعدهم هم كلهم باش يفرحوا. صدقني صديقي كي نشوفهم سي سام انا هكايا وقالوا لي انت باش تطلع تغني، قلت لهم انا كي نشوفكم هكا تنقزوا سوسان ولميتكم ونحبكم تحبوا بعضكم وروا كيف تو كنت تحكي انت ولطفي بوشناق اخي احنا كعبتين وكعب ويزيدوا معناه يبعدوا على بعضهم. ما بالعكس احنا نخدموا في شيء جميل في الطفوله ونخدموا في التربيه ونخدموا في البيداغوجيا. دونك ما يلزمنا احنا نكونوا مثل تو الكبار فنانين تعاكوا والله ما اسمع ما مش مشكل، اما احنا لا مش مسموح لانه الطفل باش ياخذ خط تحت بقى. على كل حال سامي كلك برافو واصل ان شاء الله تجي راهو اكيد ولا اللي معنا كل يجي ومرحبا بكم. اكيد حضروا لي بركه عشان حوت انت اصلا في الحوت. نحييك باغنيه من اغانيك نقول لك بارك الله فيك على الشيء هذه يعيشك ربي يفضلك ان شاء الله الى اللقاء ربي يفضلك يعيشك. وعندك دعوات عندك دعوات لا مفتوحه جاوب مرحبا بكم.